السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم أصدقائي. النهاردة موضوع الفيديو بتاعنا بيتكلم عن الفرق بين الوحدة والهدوء اللي احنا بنحس بيهم، وازاي لو احنا في وحدة نحولها لهدوء، لأن كتير مننا بيخلط بين المفهومين دولت، الوحدة والهدوء، لكن الفرق بينهم كبير جدا. في ناس بتفتكر ان هي لما تقعد لوحدها يبقوا هما كده بيعانوا من الوحدة، وفي ناس تانية بتهرب من الهدوء لانها فاكرة ان هو احساس مؤلم. لكن الحقيقة ان الوحدة ممكن تكون وجع وألم، لكن الهدوء بيكون راحة. النهاردة هنتكلم عن الفرق بينهم، وازاي تقدري تعرفي وتفرقي إذا كنتي انتي بتمر بشعور الوحدة ولا هدوء، وإمتى هتكوني محتاجة للهدوء ده. لازم نعرف في الأول يعني إيه وحدة. الوحدة مش معناها إنك تقعدي في أوضة لوحدك أو في شقة لوحدك. الوحدة دي إحساس إن مفيش حد حاسس بيكي، حتى لو انتي قاعدة وسط ناس كتير، لكن بتكوني حاسة إن محدش شايفك، محدش سمعك، ومحدش فاهمك. ممكن تكوني وسط أهلك، وسط أصحابك، حتى تكوني وسط الناس اللي انت بتحبيهم، ومع ذلك بتحسي إن جواكي وحدة كبيرة، لأن الناس مش بالعدد لكنها باللي بيكون مرتبط بمشاعرك. الوحدة بتحصل لما تحسي إنك مش لاقية حد تتكلمي معاه بصدق. بتحسي بالوحدة لما يكون محدش فاهمك، لما تكوني مضطرة تمثلي طول الوقت إنك سعيدة. هتحسي بالوحدة إنك لو اتكلمتي بوجعك محدش هيهتم له. ساعتها هتكون الوحدة إحساس صعب جدا، بيستهلك طاقتك وبيخليكي حاسة بفراغ كبير. لكن لو جينا نبص على يعني إيه هدوء، هنلاحظ إن الهدوء اختيارك للراحة. هو مساحة انت بتديها لنفسك عشان ترتاحي، او عشان تفكري وتهدي وتسمعي صوتك من جوه. الهدوء مش مؤلم، لا بالعكس، ده الهدوء مريح، لان في الهدوء هتلاقي نفسك وهتفهمي مشاعرك صح. يعني بمعنى اصح، الهدوء هو المكان اللي بتتعافى فيه روحك. طيب ايه الفرق بين الوحدة والهدوء؟ الوحدة بتوجعك، لكن الهدوء بيطبطب عليك. الوحدة بتخليكي تحسي انك تايهة، لكن الهدوء هيخليكي يحسي انك قريبة من نفسك. الوحدة هتسحب طاقتك، لكن الهدوء هيرجع لك الطاقة دي. الوحدة احساس بالحرمان، لكن الهدوء احساسك بالاكتفاء المؤقت لغاية ما ترجعي بطاقة افضل. طيب ليه في اوقات كتير احنا بنخلط بين الوحدة والهدوء؟ لان في الشكل الخارجي هما واحد، بس في الحالتين ان الشخص بيكون قاعد لوحده، لكن الفرق بيكون جوه قلبه. يعني في ناس بتقعد لوحدها بس بتكون مرتاحة نفسيا، وفي ناس بتكون قاعدة وسط زحمة ومجموعة من الناس بس بتكون موجودة. عشان كده من المهم انك تسألي نفسك سؤال مهم جدا: انا دلوقتي حاسة براحة ولا حاسة بوجع؟ إجابتك على السؤال ده هي اللي هتحددلك إذا كنت أنت في هدوء ولا بتشعري بوحدة. لأن إحنا بنحتاج للهدوء دايما لما بنكون مرهقين نفسيا، أو مرينا بمواقف كتير، أو بنكون محتاجين نفكر بهدوء في مواضيع معينة، أو عايزين نرجع لنفسنا تاني. فالهدوء في الوقت ده مش هيكون هروب، ده إعادة ترتيب لروحك. واعرفي كويس إن الوحدة اللي بتحسي بيها أحيانا بتكون رسالة ليكي، رسالة بتقولك إنك محتاجة علاقات حقيقية، محتاجة تتكلمي مع حد بصدق وبثقة، أو محتاجة تقربي من ناس شبهك، أو تقربي من نفسك. الوحدة مش عيب،
لكن الاستسلام ليها لفترة طويلة هو ده اللي هيوجعك ويتعبك. طيب احنا ازاي لو احنا الوقت بنحس بوحدة نحولها لهدوء؟ يعني نحولها بدل الشعور المؤلم لشعور بالراحة. أول حاجة تقبلي إحساسك، يعني ما تنكريش إنك حاسة بوحدة، لأن الاعتراف بيها هي دي بداية التغيير. تاني خطوة هتعمليها، ابدأي املي وقت فراغك بحاجات انت بتحبيها، قراية أو كتابة أو مشي أو حتى تسمعي حاجات مفيدة أو أي حاجة تخليكي قريبة من نفسك. الخطوة اللي بعد كده، حاولي تتكلمي مع حد بتثقي فيه حتى لو شخص واحد، ومع الوقت الإحساس بالوحدة ده هيبدأ يخف ويتحول لهدوء مريح. وافتكري دايما إن مش كل مرة هتبقي فيها لوحدك هتكوني وحيدة، ومش كل مرة تبقي فيها وسط الناس بتبقي سعيدة. في فرق كبير بين إنك تهربي من الناس وبين إنك تختاري الهدوء. الهدوء قوة، الوحدة رسالة، وانت تستحقي حياة فيها ناس حقيقيين وفيها لحظات هدوء حقيقية تريحي فيها قلبك وروحك. وأهم شيء، خليكي صديقة لنفسك، لأن اللي بيحب نفسه عمره ما بيكون وحيد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.